ده برجر وفرايز، وده برضه برجر وفرايز بس في ساندوتش واحد، والمفاجأة بقى انه دايت. يلا نشوف بيتعمل ازاي. اول حاجة هتجيب بطاطساية وتقطعها بمندولين زي ما انتوا شايفين كده، وبعد كده ترصهم فوق بعض وتقطعهم بالشكل الرفيع ده، وهتنزل عليهم ببيضة والبهارات بتاعتنا ملح وبصل باودر وبابريكا مدخنة، وتقلب كله مع بعض. طاسة تيفال أو كاست ايرون هتحط الفورمة وتحط شوية زيت زيتون وتنزل بالبطاطس بتاعتك، وبأي حاجة مدورة هتضغطهم بالشكل ده. بعد كده هتشيل الفورمة بتاعتك وتقلبهم بالشكل ده، وما تنساش تحط زيت زيتون على الناحية التانية لحد بقى ما تستوي معانا وتاخد لون حلو. هنعمل الصوص بتاعنا اللي هو عبارة عن معلقة مستردة ومعلقتين مايونيز دايت ومعلقة صغيرة عسل وشوية خيار مخلل وشوية بصل أخضر، ونقلبهم مع بعض. مفيش مانع برضو من شوية بصل متكرمل كده على نار هادية وعليهم شوية خل عنب عشان يدي مزازة حلوة. اللحمة بتاعتنا بقى كل اللي هنعمله فيها شوية ملح وشوية فلفل اسود، وهنقلبها كويس وهنكورها زي ما انتوا شايفين كده. وفي الكاست ايرون شوية زيت زيتون وننزل باللحمة ونفردها ونسويها من الناحيتين. وبعد كده هننزل بالجبنة الشيدر. انا حطيت جبنة شيدر طبيعي، فبالتالي كان لازم اغطيها عشان تسيح زي ما انتوا شايفين قدامكم. ادي بقى العيش بتاعنا جاهز. هننزل بالصوص بتاعنا وشوية خس كده حلوين، والبرجراية بتاعتنا اهي، وشوية البصل المكرمل اللذيذ. واقفل الساندوتش وكل احلى ساندوتش ممكن تاكله في حياتك بدون تأنيب ضمير. واحلى حاجة بقى في الساندوتش ده انك كل قطمة بتاكلها بتحس كده بطعم الفرايز، يعني اكنك بتاكل برجر وفرايز في نفس القطمة. تحفة، لازم تجربوه يا جماعة. متنسوش لو عجبكم الفيديو ده تعملوا لي لايك وشير، ومتنسوش كمان تعملوا لي سبسكرايب. اشوفكم على خير.